بصوا يا بنات، اللي عايز يعرف الكيكه دي اتعملت ازاي يتابعني ويتفرج على الوصفه من اولها لاخرها. ان شاء الله. تمام. اللي عايز يعرف الكيكه الهشه الجميله الطريه دي اتعملت ازاي، بصوا الكيكه، بص هي سخنه جدا. تمام. يتابعني ويتفرج على الفيديو باذن الله. مساء الخير يا بنات، معاكم منوعات. ماما عملها في رمضان. انا كان عندي قناه قبل كده بس اليوتيوب وقفها طبعا، واتضايقت جدا. بس عملنا قناه تانية فقلت اشارككم النهارده الفيديو بتاعنا. قلت بقى ايه النهارده نعمل كيكايه اسفنجيه، واخش عليكم كده ايه بالقناه الجديده بحاجه حلوه. تمام. هنا بقى اقول لكم مكونات الكيكه الاسفنجيه. ماشي. بصوا ده كيس دقيق متنوع الاغراض، وملح، وفانيليا، وشيف كيك، بيكنج باودر، وزيت، وده لبن، وثلاث بيضات، وده القالب بتاعنا اللي احنا هنعمل فيه الكيكايه. تمام. دي مكونات الكيكه البسيطه اللي احنا هنعملها مع بعض النهارده. انا هحط قد ايه دقيق؟ كوبايتين ونص دقيق، معاهم معلقتين نشا عشان الكيكه تبقى اسفنجيه وطريه وهشه. تمام. البيض، ومعاه طبعا نص ليمونه. البيض هتعملوه ومعاه نص ليمونه. في سكر، السكر بقى حسب الرغبه زي ما انتوا عايزين. هتحطي نص كوبايه. انا بالنسبه لي، شايفين الطبق ده اللي انا حاطه فيه اللبن؟ هو الطبق ده نفس المعيار اللي انا هعمل بيه الدقيق، ونفس المعيار اللي احط فيه الزيت، ونفس المعيار اللي انا احط فيه كل حاجه. يعني انا المعيار بتاعي قد الطبق ده. بصوا الطبق ده قد ايه صغير، هو ده اللي انا هعير بيه مقدار الكيكه كلها، الدقيق والزيت وبس كده. تمام. هحط بقى حاجتي كده وارجع لكم تاني. بصوا يا بنات، انا كده ده الطاجن الصينيه بتاعتي. تمام. دهنتها زيت. تمام. واحط لها حبه دقيق من هنا. ده كده العلبه دي كوبايتين ونص دقيق. هفضي عليها الكيك شيف ده، وهفضي عليها واحده فانيليا. تمام. والصينيه بتاعتي انا هدهنها شويه، هحط لها حبه دقيق دلوقتي عشان ادهنها وارجع لكم تاني. بصوا يا بنات، انا كده رجعت لكم تاني. بصوا انا هنا حطيت هنا كوبايتين ونص دقيق، وعليهم ذره ملح، عليهم معلقه نشا، عليهم بيكنج باودر وفانيليا. تمام. هنا دي العلبه اللي انا هضرب فيها. ادي الصينيه بتاعتي دهنتها زيت وحطيت فيها دقيق. تمام. وادي السكر بتاعي هحط اللي انا عايزاه. كميه اللبن هي بس اللي في الطبق ده. هاخد الزيت ده وهحط هنا بس بعد ما اخلص. انا همشي معاكم واحده واحده. دلوقتي انا هحط الثلاث بيضات هنا اهو، وهحط عليهم ليمونه. تمام. او معلقه او نص معلقه خل، يعني معلقه صغيره، بس انا هفضل الليمونه. وهحط عليها كيس فانيليا. ايه فايده الليمون مع الفانيليا على البيض؟ اولا عشان الزفاره، تاني حاجه عشان خاطر يعني البيض يفتح معايا. فهمتوا؟ بس انا كده حطيت الفانيليا اهو، وهعصر النص ليمونه عليها، وهعصر الليمونه دي. بصوا الليمونه قد ايه، لا تذكر. هقعد اضربها شويه بالخلاط بتاعي. عايزين تضربوا الحاجه دي في الخلاط بتاع العصير اضربوه، عايزين تعملوه بالمضرب اعملوه اللي انتوا عايزينه. وبعدين يعني تضربوا المواد السائله كلها مع بعض، وبعد كده تحطوا عليها الدقيق اللي انتوا عايزينه. عايزين تضيفوا عليه برضو كاكاو اللي انتوا عايزينه، ممكن تعملوها نص ونص. انا عن نفسي هعملها كلها يعني عاديه. بصوا دلوقتي انا هضرب.
هضربها بقى وارجع لكم تاني. بصوا يا بنات، انا هنا ضربت البيض. بصوا بقى عامل ازاي، رغى وغير كده بقى فتح كده. دلوقتي انا هحط بقى ايه السكر واضربه مع البيض. احط سكر قد ايه براحتك، انا هحط عن نفسي برطمان او اقل من البرطمان بشويه. السكر دون يعني اذواق وكده، وهرجع اضربهم مع بعض. بصوا اهو لحد السكر بتاعي ما يدوب خالص مع البيض، ما يبقاش له اي ملامح. انا هضربه برضو وارجع لكم عشان ايه الصوت وكده، وعشان الفيديو ما يطولش. بصوا يا بنات، انا كده دلوقتي ضربت البيض اهو بالسكر. بصوا عامل ازاي اهو. ودلوقتي بقى هعمل ايه، هحط الزيت. بصوا ادي الزيت بتاعي اهو. هفضل ايه شويه بشويه كده واضرب، شويه بشويه واضرب. بصوا لحد الزيت بتاعي ما يختفي. تمام. وهرجع احط ايه بقى الكوبايه بتاعتي اهو. انا كل ده بحاول ادي فرصه للحاجه ان هي تندمج مع بعضها عشان الكيكه بتاعتي تطلع هشه وطريه. تمام. وبعد كده هحط كوبايه اللبن بتاعتي، بس بعد ما اضرب شويه مع الزيت. هضربه وارجع له. بنات انا كده ضربت ايه الزيت مع البيض ومع السكر ومع الفانيليا ومع الليمونه، وضربته ضرب كويس جدا وهيبقى كده تمام. دلوقتي هحط كوبايه اللبن بتاعتي كده، ولو الخليط بتاعي احتاج تاني هحط عادي. المهم ان مفيش حاجه تبقى اكتر من حاجه. عايزه الكيكه بتاعتي يبقى القوام بتاعها مظبوط، اللي هو اطلع كده بالمضرب اللي هو تطلع معايا. بصوا بقى دلوقتي في المرحله دي هنزل بالدقيق شويه بشويه. تمام. لحد الدقيق ما يختفي خالص من قدامي. برجع تاني احط بقى الدقيق بتاعي كده واضربه بقى ضربه كويسه كده لحد ما يطلع لي زي فقاقيع كده والهواء يطلع منه والكيكه بتاعتي تبقى كويسه. هضربها وارجع لكم تاني. تمام. بصوا يا بنات، انا دلوقتي ضربت. بصوا الفقاقيع طلعت ازاي. انا كده قوام الكيكه بتاعي مظبوط جدا. دلوقتي بصوا هوريكم برده هو عامل ازاي. بصوا هطلعه فوق. بصوا لازم ولا يبقى سايب قوي ولا ماسك قوي، اللي هو ايه ينزل عشان الكيكه بتاعتي تبقى هشه. تمام. وما تقعديش تقلبي برده فيها كتير عشان خاطر الهواء بتاعك ايه ما يطلعش منها. تمام. هحطها بقى قدامكم في الصينيه. يا جماعه انا كده ايه هصب بقى الخليط بتاعي في القالب. عندك بقى قالب زي ده، عندك قالب سيليكون، بصي زي ما انت عايزه، صينيه عادي، يعني ايه اللي انت عاوزاه واللي انت حابه كله. تمام. انا مامتي بتساعدني طبعا، هي كانت معايا في القناه بتاعت اللي قبل دي، بس يلا الحمد لله راحت ومش عارفه ارجعها بصراحه. بصوا يا بنات، انا كده نزلت الخليط بتاعي اهو. تمام. ومشغله الفرن على حراره 180. يعني انا قرب ما ابتديت ان انا حسيت ان انا هخلص الكيكه رحت فتحت الفرن. يعني ما تفتحيش الفرن من قبلها بساعه عشان الكيكه بتاعتك ما تتحرقش، تلاقيها مثلا ايه قبت من فوق ومن تحت مش مستويه. تمام كده. وهخبطها بقى خبطتين. يا مامتي بقى اللي بتساعدني. بس بصوا يا بنات، هاخدها كده هديني معاكم اهو خطوه بخطوه. بصوا انا فاتحه الفرن بتاعي اهو. هدخله كده تمام اهي على حراره 180. انا كده الفرن بتاعي هوسطنه شويه. دلوقتي بقى انا هخلص الكيكه بتاعتي. بصوا بقى انا عامله ايه في الصلاه.
يعني معيشة نفسي شوية اجواء رمضان، برغم رمضان لسه بدري عليه طبعا، لسه على شهر 3 ان شاء الله. اللهم بلغنا رمضان. بس انا بحب ان انا اغير مود لينا يعني. احلى حاجة ان انتي تغيري مود لنفسيتك والله. بس كده. انا حبيت بقى اشكو معايا اجواء شوية لحد الكيكة بتاعتي ما تخلص وما تطلع من الفرن باذن الله هوريها لكم. اتمنى منكم بقى ان انتوا تشتركوا في القناه، وكل اللي يشوف القناه بتاعتي الجديده يدعينا دعوه حلوه ويشترك لو عجبكم المحتوى بتاعنا، وتشجعونا بكلمتين. تمام، وهرجع لكم بقى بعد الكيكه ما تخلص ان شاء الله. بصوا يا بنات، الكيكه بتاعتي كده طلعت. بصوا هي طالما شققت كده تبقى استوت. طبعا انا بختبرها باي حاجه. بس طبعا في النص ده كيك عادي يعني مفيش حاجه، هي مش محروقه ولا حاجه. تمام، هقلبها بقى في الصينيه دي واقطعها واوريكم بقى جمالها. هقلبها بقى دلوقتي قدامي. بصوا بقى يا بنات، انا كده حطيت الصينيه عليها. تمام، وهنقلبها. احنا بنعمل عمليه انتحاريه انتحاريه. بصوا انا كده اهو قلبت الصينيه بتاعتي. تمام، احنا مش عايزين ده، خلاص كده الدور انتهى عشان بس الترابيزه كانت سخنه. تفضلي بقى ايه، بس ان شاء الله باذن الله. بصوا تطلع بقى بمنتهى السهوله، منتهى السهوله. وادي الكيكه القمر بتاعتنا. استنوا بقى اقطعها قدامكم. بصوا، مش عارفه عشان موبايل. بصوا هو مش بيساعدني عشان بصور. بصوا بقى، بصوا اولا هي هشه جدا. بصوا ايدي باينه طبعا ان هي هشه، باين، بس هي سخنه هبل يعني. عاوزين بقى ايه؟ بصوا الدخان، بصوا احنا بنحارب يا جماعه، بنحارب. بصي الكيكه من جوه فاتحه. بصوا بقى يا بنات الكيكه عامله ازاي. بصي اسفنجيه والله العظيم. بصوا، وفاتحه وهشه وطريه وجميله. بصوا عامله ازاي من جوه. طبعا انا مش قادره اقطعها برضو قوي لان سخنه، فهمتوا؟ بس كده. دي بقى كانت الكيكه بتاعتنا. اللي عجبته بقى الوصفة بتاعتنا، حاجة حلوة بسيطة جميلة للي عنده ولاد في المدارس يعملها، يفطر منها الصبح، تدي لابنك منه او بنتك في لانش بوكس بتاعهم الصبح. حتة كيكاية مع حتة فاكهة مع ساندويتش. بس كده. كان معاكم منوعات ماما مها في رمضان. عايزاكم بقى تشجعوها وادوها لايك حلو وتشتركوا في القناة وتعوضوها القناة القديمة اللي ضاعت. تمام. آه وبص ان شاء الله بكرة ميعادنا باذن الله مع فيديو جديد. هعمل وصفة حلوة وان شاء الله برضو هبقى انزل لكم ميزانيات للشهر بافكار حلوة بوجبات حلوة باذن الله. يلا سيبكم ووالدتي ان شاء الله تقعد بقى تتكلم معاكم، فهتقولكوا بقى حكايات وحاجات حلوة ان شاء الله على القناة ناويين نعملها. تمام. بس اسيبكم بقى في امان الله، ومتنسوش بقى اللايك القمر وبس. واللي ما اشتركش بقى في قناة يشترك ويفعل زر الجرس. ومع السلامة.